حدث منذ قليل مباراة المقاولون والمنصورة في دوري المحترفين. المدير الفني لنادي المنصورة علاء نوح قام بتغيير اللاعب أحمد شاهين ليعترض اللاعب على التغيير ولا يريد الخروج من الملعب. الحكم وقف المباراة ويريد أن يخرج اللاعب، ولكن اللاعب يرفض، وبالفعل يخرج اللاعب وسط اعتراضات على المدير الفني، ليقوم اللاعب بالجري على المدير الفني وضربه وتعدى عليه بالايادي امام الجميع. ده حدث منذ قليل. رئيس نادي المنصورة عمل ايه؟ اتخذ قرار بايقاف اللاعب احمد شاهين واحالته للتحقيق، لانه لا يصح الاختلاف على الحق والصحيح، وهذا المشهد لا يليق بنادي المنصورة العريق. المدرب مستمر في منصبه ونحن سنظل خلفه وندعمه. اللاعب احمد شاهين هياخد جزاته، وما ينفعش اللي هو حصل ده.